واحنا ضد سحب الجنسيه بدوافع سياسيه. تم سحب جنسيه عبد الله البرغش ونبيل العوضي وايضا سعد العجمي واحمد جبر الشمري وغيرهم، تم بدوافع سياسيه. البينه على من ادعى واليمين على من انكر. جميعهم انكروا واقعه سحب القضيه او سحب الجنسيه التي حصلت لهم. كل واحد قضيته تختلف عن الثانيه. احمد جبر الشمري تنطبق عليه الماده حسب اقوالهم وادعاهم اللي انا مو مقتنع فيه نهائيا، وايضا نبيل العوضي الماده 13 من قانون الجنسيه، وهي المصلحه العليا للدوله. لما نقول المصلحه العليا للدوله وتسحب الجنسيه منه، اولا اذا كان عليهم ضرر ليش ما تم تحويلهم للنيابه ومحاكمتهم؟ بضرب المثل في حزب الله وايضا الدواعش، تم محاكمتهم ولكن ما تم سحب الجنسيه. انا ما اقول سحب الجنسيه منهم، ولكن حاكموهم في محاكمه عادله. بالمقابل تم سحب الجنسيه من احمد جبر الشمري ونبيل العوضي، هل حاكمتوهم؟ معناته ما في اي خطر عليهم. النقطه الاخرى، اذكروا ان في ازدواجيه لسعد العجمي. اذا نبي ناخذها نقول البينه على من ادعى واليمين على من انكر، وهو نكر وقال ما عندي ازدواجيه. اللي حصل احنا نقول هذه قضيه انسانيه، سحبوا منا الجنسيه. شلون سحبوا الجنسيه؟ وكان حسب كلامه راح الى الصالون، طلع لقى جمسات امن الدوله ركبوه ودوه ما بين السعوديه والكويت فرق 400 متر، وقالوا له توكل على الله. لا مداه انه يسلم على اهله. وهل هذه قضيه سياسيه او اخلاقيه او قانونيه؟ دش السعوديه، في هناك واحد طبعا هو اللي استقبله وبكفاله، مما يدعي ان ما او مما يثبت ان ما عنده اثبات بالسعوديه. هو كان كويتي، سحبت الجنسيه منه، راح السعوديه. اذا كان هو سعودي فالمفروض يدش وهو مرتاح وحسب القانون، ولكن كونه دش بكفاله وسعودي كفله يثبت انه ما عنده اي هويه اخرى يفترض في السعوديه. نروح على نقطه عبد الله البرغش، سحبوا جنسيته استنادا على الماده 21 من قانون الجنسيه. قالوا الغش، والغش الهدف منه يقول لك التزوير. اذا كان الادعاء صحيح، وانا اقول لكم غير صحيح اطلاقا، كان الاصل محاكمه عبد الله البرغش ومحاكمه من سهل له في المعامله والتزوير. كل هذا ما تم اطلاقا. فاللي زور اذا كلامهم صحيح كان الاصل انه يتم محاكمته، لانه راح يزور مره ومرتين وثلاث. لكن كل هالكلام ما تم. اسحب جنسيته وتقع الجريره على 58 من اسرته. اذا بستشهد في قول المولى عز وجل: ولا تزر وازره وزر اخرى. وايضا قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. واذا برجع على الدستور فالعقوبه شخصيه. اسحب جنسيه عبد الله البرغش وتقع العقوبه على 58 من اسرته، فصلوهم من دوامهم، وايضا المتقاعدين وقفوا رواتبهم ولم يثبتوا صحه الواقعه. احنا نقول دائما اللي مزور حاكمه، ولكن اذا شخص مزور ليش اظلمه واظلم اسرته؟ وايضا هو رشح مرتين، والترشيح يكون عن طريق بدايه بالتسجيل اشراف وزاره الداخليه مرتين، اثبات انه كويتي، وايضا ترأس جلسه مجلس الامه كونه امين سر في المجلس المبطل الثاني. فكل هذه الامور اللي شفناها ما تم معالجتها بالشكل صحيح، انما انا اقول لكم تعسف وايضا انتقائيه. وبالاضافه اذا كان الكلام صحيح، انا عندي سؤال واحد اوجهه للحكومه: ليش ما خذيت الملفات كامله؟ كنا الحمد لله نثق في القضاء الكويتي، واروح للقضاء واثبت واقعه التزوير ومن ثم اسحب الجنسيه منه. ولكن اللي حصل في دوافع سياسيه سحبت الجنسيه وقلت اروح المحاكم. راح اول درجه، الحكومه لم تثبت، اتكلم على عبد الله البرغش، اي دليل او تعطي مستند للدرجه الاولى، مما انصفته وعطوه الحكم ان ترجع الجنسيه. محكمه الاستئناف امتنعت عن النطق. ولكن اذا بستند على حكم احمد جبر شمري
فمحكمة التمييز قالت نعم أن المحاكم تنظر في السحب، وهذا ما كنا نقوله في شهر 12 2015. المنح لا تنظر فيه ولكن بالسحب ينظر فيه. فبالتالي أنا أقول حسب الوقائع اللي قدامي نعم انظلموا، ويجب أن يتم إرجاع الجناسي لهم وإرجاع الحق لأصحابه.